شاء الله كان في قبل العيد يعني مزادات لتخصيص الأراضي في محافظة الوادي الجديد. كان في قطع في الخارجة، قطع في الفرافرة، قطع في الداخلة، في قطع في بلاط. ده كان الأسبوع اللي قبل العيد على طول. فإن شاء الله الناس دي هتستلم أراضيها يمكن في خلال أسبوعين أو 3 من النهاردة بالكتير. كمان متاح دلوقتي لسه التقديم في المحافظة بشكل مباشر على قطع أراضي وفي أماكن تعتبر مميزة يعني. لكن التخصيص ده للمبادرة الدفع بالدولار. متوسط المقدمة أو مبلغ التأمين يعني للفدان حوالي 80 أو 82 دولار. ده متاح سواء للمغتربين أو للناس اللي عايشة في مصر بس يقدر يدفع بالدولار. لكن هيدفع كل حاجة بالدولار، يعني إيجاره هيدفعه بالدولار، تمليكه هيدفعه بالدولار، كل شيء هيبقى بعد كده التعامل بالدولار، مفيش تعامل بالجنيه المصري خالص بالنسبة له. ده متاح في المحافظة دلوقتي، حضرتك تقدر تقدم باسم شركتك بشكل مباشر في المحافظة، أو تنتظر الناس اللي هتستلم أراضيها في الفترة اللي جاية، في الكام أسبوع اللي جايين دول. اكيد في منهم ناس ممكن تتنازل عن القطع اللي خدوها من المحافظه زي ما كان بيحصل قبل كده من القطع القديمه. زائد انه لسه في طبعا قطع من اللي متخصصه، انا مثلا من سنه، من سنتين، من 3 سنين، برضو في يعتبر يعني قطع مميزه بتتباع. ما حدش يقول لي يا جماعه على قطعه بعينها وتعالى وشوف لي وتعالى معايا، يعني انا والله لو عندي وقت هاجي مع حضرتك، ما عنديش مشكله خالص. لكن انا لما بشتري ارض حتى لنفسي او لحد من الاصدقاء، يعني لازم حد شغلته او تخصصه هو دراسه جوده الارض والمياه، هو يجي مع حضرتك. انا شخصيا في دكتور في مركز بحوث الخارجه، لو في موقف زي كده يعني سواء بقول له مثلا الارض في المكان الفلاني هو يروح يشوفها، او لو ارض ليا كنت باجي ببقى موجود معاه يعني. لكن مش انا اللي بقيم الارض، بس الحقيقه بسيب له التقييم فروم اي تو زد يعني، وعلى اساس رايه ببدا يعني هاخد الارض دي ولا مش هاخدها. فبالتالي عشان بس في كذا حد بعت لي انه في حته ارض، تعالى يا دكتور فين بعد اذنك معانا نشوفها. فانا يا جماعه لو لنفسي ببعت دكتور ايمن يشوف الارض، ما بروحش اشوفها لنفسي خالص لوحدي يعني. فبالتالي لو ده عند حضرتك انه سواء دكتور ايمن او اي حد غيره، بس يكون ده تخصصه انه تقييم التربه او تقييم الارض وجوده المياه في المنطقه، ويبقى عارف طبعا المناطق يعني. وعشان كده انا استعنت بحد من مركز بحوث الخارجه في الوادي الجديد، مش من المركز الرئيسي في القاهره. فهل الاستثمار الزراعي ليه جدوى كويسه؟ بعد تجربتي مثلا في الوادي الجديد بقى لي حوالي سنه ونص تقريبا، اقدر اقول لحضرتك انه الاستثمار الزراعي ان شاء الله مجدي، لكن بيحتاج صبر، وبيحتاج باسعار دلوقتي الحقيقه اسعار بقت صعبه جدا، بقى محتاج ماديات قويه. لانه النهارده لو بنقول مثلا من سنه ونص الحاجه اللي كانت بتكلف 10 جنيه، النهارده بتتكلف 17 و18 و20 و25 جنيه كمان. فبالتالي حضرتك حط بلان لنفسك انه لو الفلوس اللي معايا تكفي 15 فدان، اخد 10 فدادين، احاول اخد مساحة اقل من امكانياتي عشان ما اعطلش في النص. سبب فشل الناس اللي بتروح وما بتكملش هو انه ما بيقدرش يواكب المصروفات اللي بتجد عليه نتيجة لتغير الأسعار، وبالتالي ما بيقدرش يكمل مشروعه. بيبقى قدامه حل من اتنين: يا يسيب الأرض وخلاص حد من الشركاء ياخدها، أو القطعة كلها تتباع يعني للأسف. فلازم تبقى حضرتك عامل حسابك من الأول إنه أنا سواء هزرع نخيل فأنا هفضل كام سنة أصرف على الأرض من غير ما أخد منها إنتاج، هزرع شجر برضه هقعد سنتين، 3، 4، 5 اصرف على الارض من غير ما اخد ناتج. حتى لو هزرع محاصيل انا برضو لازم ابقى يعني حاطط في الحسبان ريسك انه المحاصيل ممكن ما تكسبش من اول مره. ارض جديده اول مره تزرع، ممكن تزرع مرة في 2 في 3 عشان تبدأ تديني إنتاج كويس يعني. فدي بس الحاجات اللي نحطها في دماغنا. يبقى اختصارا كده للإجابة على بعض الأسئلة: هل لسه في فرص في الأراضي في الوادي الجديد؟ أيوة إن شاء الله في فرص، سواء الأراضي اللي متخصصة من سنة أو 2 أو 3، أو الأراضي اللي لسه متخصصة جديد بس دي إيجارها أغلى. الحقيقة الإيجار وصل في الوادي الجديد من المحافظة 3700 جنيه للفدان.
او الاراضي المتاحه حاليا من المحافظه بشكل مباشر، بتقدم عليها في المحافظه بشكل مباشر او في المجالس المحليه يعني، بس بتدفع بالدولار. تاني حاجه، دكتور وسام تعالى معانا نقيم الارض. معلش انا اسف، حضرتك تقدر تاخد حد شغلته انه يقيم التربه ويقيم الميه ويعمل تحاليل تربه ويعمل تحاليل ميه، يكون افيد لحضرتك مني. يعني اخر حاجه، اعمل حسابي في كام فلوس. حضرتك اسال في المنطقه اللي انت فيها الفدان ده وليكن مثلا بيكلف 10 جنيه، انا في جيبي 100 جنيه، ما اخدش 10 فدادين، اخد 5، اخد 7. انا الحقيقه كمان نقطه اخيره، كنت بعرض على بعض الناس انه تعالى اجر، جرب العيشه في البلد، جرب الزراعه في البلد قبل ما تبدا تشتري ارض الناس اللي امكانياتها قليله شويه. لكن النهارده بعد كذا تجربه من فكره الايجار، الحقيقه للاسف يعني الاراضي اللي بتبقى معروضه للايجار بتبقى اراضي مش جيده، صرف مش جيد، ميه مش كويسه، الارض نفسها مش كويسه. طبعا ده في معظم الاحوال، مش كل الاحوال يعني. فبقى فكره انه انا اجر ارض عشان اجرب فيها ان انا ازرع في الوادي الجديد، او ان انا اجرب العيشه حتى في الوادي الجديد بنفسي وبتاع، قبل ما اشتري ارض وادفع فيها ملايين يعني، بقت الحقيقه بالنسبه لي انا فكره مش محبذه. ارجو اكون افدتكم ان شاء الله، ونشوفكم على خير دايما. مع السلامه.